لحد هنا وستوب. اللي يتكلم عن المغرب يتكلم بأدب لا يخرس. اسمعوا الفيديو ده للشخص اللي بيدعي انه هو مصري واسمه احمد سعيد وهو جزائري، وهثبت لكم ازاي عايز يوحش المغرب بالظلم. اسمعوا كده بيقول ايه. البطولة على اراضي عربية، فين الجمهور؟ انا مش فاهم. كل شوية لا الاهلي يلمس كورة صافرات استهجان وليزر. اخص عليك. ازاي تقول كده على المغرب؟ كده نجاح المغرب وجعكم. اين الجمهور المغربي؟ اصل المغرب عمله كبير عليكم. الجمهور اللي شجعنا فيه، وانا هوصل بقى الفيديو ده لكل الناس. يا شعب المغرب كده هيلاقي جمهور الفيديو ده وصل عنده 1,000,000 مشاهده. انا عايز الفيديو ده يوصل 5 مليون مشاهده بالدليل وبالصوت وبالصوره، وموحى بيرد على كل اللي بينتقد المغرب. كده يا جماعه في الجمله دي ركزوا كده بعد اذنكم، الكلام ده مهم. مين دول ودخلتوا جيتوا ازاي؟ انا ما اعرفش والله العظيم. اين الجمهور المغربي؟ فين الجمهور المغربي اللي اولا انت مش مصري، ومصر ما تشرفش بيك. تعرف ليه؟ انت جزائري. لما انت تبقى مصري تبقى قاعد في مصر وبتتكلم زي انا كده، ما يبقاش صحفي جزائري وعنده شقه في الجزائر والجزائر بتصرف عليه، ولو ما قالش كده يطردوك. ده الكلام اللي بما يرضي الله. انا قاعد في مصر وبدافع عن المغرب بجد. هوريكم الدلايل وبالصوت والصوره عشان كل الالسنه تخرس على حب المغرب للعرب ونجاحهم اللي الناس مش متخيلاه. هوريكم اهلاوي في المدرجات امبارح بيقول ايه على الشعب المغربي. اسمعوا بعد اذنكم ووصلوا له الفيديو ده. في المغرب جميله، الناس هنا محسسينا ان في بلدنا وبنلعب في استادنا وملعبنا، والناس بتشجع الاهلي كتير الماتشين اللي فاتوا وبتساندهم، فاحنا حاسين ان احنا في اجواءنا في بلدنا التاني صراحه. سمعت يا احمد يا سعيد يا جزائري؟ يا رب تبقى نتيجه وصلوا لهم بقى الكلام دوت باذن الله. طب ده اهلاوي يمكن بيطبل للمغرب زينا. تعال بقى اسمعك من المدرجات في ماتش الاهلي والريال. اسمع. تسلموا. خاوة. عارفين كل ده بيحصل ليه؟ عارفين بيهاجموا المغرب ليه؟ بعض من الجزائريين والناس اللي بتدعي ان هي مصريه. هقول لكم ليه. هوريكم دلوقتي نجاح المغرب اللي هتشوفوه ده. صدقوني في المغرب مش في المانيا ولا امريكا ولا في دوله عالميه. هتشوف دلوقتي انفانتينو بالصوت وبالصوره وهو لابس الزي المغربي، تيشيرت المغرب، وبيلعب كره في المغرب. عمل فين الكلام ده انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم؟ ما عملهاش غير في المغرب. شوف. اخرسوا. انا تعبت من الحقد والغل. بس كده يا عم موحى النجاح اللي عملته المغرب. تعالى افرجكم بالصوت وبالصوره. الفيديو ده كله اثباتات بالصوت وبالصوره، ولازم كل المغاربه ترد. الساكت عن الحق شيطان الاخرس، بس اللي بيرد ده موحى المصري المحب لكل العرب. الملعب ده والجمهور ده والاستقبال والنظافه دي في المغرب. هتقولي ملعب عربي مع احترامي لكل العرب زي الملعب اللي لعب فيه الاهلي والريال. شوفوا استمتعوا. ايوه دي حقيقه مش فوتوشوب، ده مش خيال. عشان كده نجاح المغرب عايزين يشوشوه. اما بيحبوش العرب، بيحبوا نفسهم. انتوا تعرفوا الجمهور اللي كان موجود اللي كان بيشجع الريال ده مين؟ دي رابطه ريال مدريد في المغرب. هي ريال مدريد دي الجزائر ولا مثلا فريق عادي ولا مثلا زمالك اسماعيلي او اي فريق؟ ده ريال مدريد. ده في مصر هنا جمهور الاهلي اقسم بالله كان بيشجع الريال جوه نادي الاهلي، واجيب لكم اثباتات بده. انتوا بتهرجوا بالعافيه عايزين تخلوا المغرب وحشه، لكن انا بثبت لكم ولسه هوريكم الروعه اللي عملتها المغرب. عشان كده هم خايفين منكم وعايزين يرجعوكم لورا، لكن اقسم بالله موحى مش يتيم. موحى اهل المغرب اشتموني وهاجموني، ولكن دي كلمة الحق. وقبل ما اختم الفيديو تعالوا اوريكم رد بقى موحى القوي على الغش على احمد سعيد الجزائري. وما تقولش مصري، انا اسف ما تقولش مصري، انا المصري اهو. انا المصري المحب للعرب من غير مصالح. هوريكم قد ايه هو غلط بس مش واخد باله وبيرد على نفسه.
اسمعوا المقطع ده كده، ده كلامه هو مش كلام اي حد. فين الجمهور اللي شجعنا فيه قدام اوكلاند؟ فين الجمهور اللي شجعنا امام سياتل؟ فين الجمهور ده؟ شفتوا الكذاب بيقع ازاي؟ وحق ربنا جه بنفسه قال المغرب شجعت اوكلاندا والفريق الامريكي، يعني الماتشين الاهلي لعبهم المغرب شجعهم. هل طلع وقال الكلام دوت لما المغرب شجعت الاهلي ولا سمعنا صوته؟ كان مستخبي في الجحور، لكن هم للاسف عشان المصاري وعشان يكسب بونت عند الجزائر ويغلط في المغرب. لا، المغرب مش محتاجه ترد، احنا اللي هنرد ورد قوي عشان كله يخرس. لما سبت المغرب تيجي ده لعيبه الاهلي وكابتن محمود الخطيب وكل الاعضاء منبهرين يا جدع باللي حصل في نادي الاهلي في المغرب. انتوا ايه يا جماعه؟ ده اللي ما بيشوفش من الغربان يبقى اعمى. شفتوا النظافه والحلاوه وشفتوا كل حاجه جميله ازاي، وهم مش مقتنعين ان ازاي المغرب تعمل كده. طب احنا مش عارفين نعمل كده ولا قادرين ننافس، فنطلع من تحت لتحت ونكذب واطلع اتكلم وانت اتكلم عشان تاخد بونت؟ لا، احترموا نفسكم.